منذ عام 1960 ديستينو كافيه أول فرع في اسكندرية أمام المنتزه، ومكان لعشاق القهوة اللي هتدوقها مش هتغيرها تاني أبدا. واختصار لأن البن هو نوع خاص بيهم بيستوردوه من بره، وصاحب المكان خبرة سنين ولف العالم عشان يوصل لخامة البن دي عشان يقدمها كحاجة سبيشال مختلفة عن أي حد، وعمل لنفسه براند خاص وسماه ديستينو، وكمان بيوزع المنتج بتاعه على بعض الأماكن والمحافظات. بجد تحسها تشبه قصة مؤسسي ستاربكس في بدايته. والمكان جميل قوي وهادي، وتحس براحة وهدوء، ومود المكان يشجعك تذاكر أو تنجز شغلك في هدوء مع مشروبك السخن اللي يحسن مودك ويخليك رايق. وكمان في أحدث الكتب في المكان اللي تقدر تقراها مع فنجان قهوة مظبوط. فالقهوة ونيس والكتاب صديق، فكيف إذا اجتمع الاثنين في وقت واحد؟ المولتون كيك عنده حلو جدا، وعليه بولة الآيس كريم، وحواليه بقى نوتيلا، حاجة آخر جمدان، وغرقان شوكولاتة من بره ومن جوه. والنسكافيه وهو لسه نازل من المكنة كده وتشوفه قدامك، واللبن والفوم، وحاجة كده مش هتدوق زيها في أي مكان تاني. ونروح للتشيز كيك، وهي حلوة أصلها يوناني، دي أكتر حاجة متميزين بيها في ديستينو، وعليها طلب كتير هناك. مش هتكلم على الجودة والخامة لأنها باينة في الصورة، وهم اللي بيصنعوا الحاجة بنفسهم. مع طبقة بقى البسكوت اللي تحت مع صوص الفراولة، حاجة آخر جمدان. التشيز كيك حاجة وهم، جربوه بقى وتقولي. وندخل بقى على الوافل اللي بيتعمل فريش أول بأول، وينزل عليه بقى بالصوصات غرقان لوتس ونوتيلا وكراميل، حاجة آخر جمدان. ويجرنش بقى من فوق، وفتافيت البسكوت تنزل وتدوب مع الصوصات فوق الوافل. الوافل بقى جاهز اهو في وسط الشوكة والسكينة، مستنيك تيجي تخلص عليه. منظر الحاجة كان مغري جدا، وكل حاجة متناسقة ومعمولة بروقان. وقلت بقى أجرب شاي الكرك، بما إنه كان منتشر في الخليج واللي أنا كنت في السعودية، فعارف الطعم إزاي يبقى مظبوط. فأنا عجبني طعمه جدا قوي، وبجد شاي الكرك طعمه حلو. شابوه ديستينو إنكم قدرتوا توصلوا للطعم ده والتميز ده. ويدخل نصر على طبق التوست التركي المدخن مع الزبدة، وكان طعمه حلو قوي، وكان التركي نضيف قوي ولذيذ جدا، وتوست طعمه حلو وبيشبع. ويدوق نصر الوافل، وكان في عالم تاني، كانت لذيذة جدا. بجد المكان فاق توقعاتنا، والتست بتاعه جودته عالية ونضيف ومميز، وينافس أماكن عالمية. وأتوقع إن المكان ده هيكبر وهيبقى براند كبير لسلسلة فروع في اسكندرية قريب. والمكان بيعمل جميع أنواع المشروبات وحاجات كتير من المخبوزات والحلويات. كانت تجربة مميزة جدا واستمتعنا بيها قوي، ونشوفكم في تجربة جديدة مع المطعم جية.